مستحيلة، والله ما هي مستحيلة. بس حنا لو نفتك من الكوارث الاثنين اللي جنب بعض كل واحد أزفت من الثاني حنا بخير. لجامي والعمري بنفس الجهة كوارث يا رجل، أقسم بالله العظيم. دفاع هش، دفاع مش طبيعي، كل سهولة تنضرب. والحارس عاد مزهرية، والله يا النجار ورب الكعبة ما أخليك تحرس عمارة، تحرس نادي النصر. اللي صار اليوم والله العظيم انه فضيحة الشوط الأول، ولكن احنا لا نستسلم. باقي شوط صحيح، باقي هدفين، ما هي مستحيلة، لكن إذا النصر بيلعب بنفس مستوى الشوط الأول بنلقم الثالث. أنا أعلمكم من الآن بنلقم الثالث. دفاع سهل على طول ينضرب. احنا نتكلم نقول يا كاسترو عدل أخطائك، عدل أمورك يا أخي. خط خلفي على طول ينضرب، مو معقولة، أقسم بالله مو معقولة. ولا والبطولة ذي يعني اللي صار اليوم والله العظيم شيء ورب الكعبة يحط العقل بالكف. لا مرة ولا مرتين، أكثر من لقطة. لا جامي نايم بالعسل، لا جامي نايم يا أخي، قلنا لكم 70,000 مرة. لا جامي سنتر، كيف تلعب ظهير ثقيل عنده شرود ذهني غير طبيعي؟ كيف تلعب بالمركز ذا؟ والعمري الجرينتا مالديني، أقسم بالله العظيم ما له في كرة القدم شيء. اللي صار الشوط الأول استفزاز. أتمنى من المدرب، من الناس، أتمنى خلوا المدرب ذا يولي يا أخي، أحد ينبههم يا أخي. الجمهور ما قصر، العالم جالسة أقسم بالله العظيم محترقة. تكفون الشوط معك 45 دقيقة، يا إنك تثبت لنا إنك كفو أو الله يستر عليك. أي لاعب اليوم معك 45 دقيقة اثبت للجميع إنك لاعب تستحق التواجد في نادي النصر. اللي صار 2 الحين الفارق 2. أنا مع النصر قادر يسجل، بس مشكلتنا بالاستقبال. تفضل يا عز، والله عندي كلام كثير والوقت ما يسعنا، كلها 15 دقيقة. تفضل يا بركان. أنا أبو فيصل بس يا لجامي نكبة النكبات. خلونا نكون هادين، هدف غريب ممكن ترى أعطاني أمل كبير جدا بعد ما كنت يائس. زين، وأنا أعترف لك، أقسم لك بالله يا المباراة بس أنتظرها تنتهي، وأنا ما أبي أرمي الراية، لأن اللي صار اليوم. لكن أنا ما راح أتكلم لين ينتهي الشوط الثاني. زين، وأنا متفائل، وأتمنى من اللعيبة اللي في الملعب بس يحس بالجمهور اللي جاي اليوم ويشوف الوضع، وإن المباراة هذه لا تقبل الخسارة نهائيا. لما تشوف العين لا أنا أتمنى يا بركان يعني شوية مرجلة شوي. واحد اللقطة الهدف الثاني اللي سجله المغربي، الاحتفالية اللي صارت والمسخرة، أتمنى يشوفونها لعيبة نادي النصر ويكون في رد الشوط الثاني احتفال يا رجل أقسم بالله العظيم اللي صار مسخرة، أقسم بالله. أبو فيصل شوف، المشكلة مشكلة المدرب أكيد، هذه مشكلة خاصين منها، لأن بإذن الله بسجل الشوط الثاني، بإذن الله بسجل هدفين و3 و4 بعد. كان أنا عندي مشكلة في الاستقبال، في الدفاع، في الضرب من الخلف، دائما أضرب. يعني الهدفين الاثنين شفت كيف جت، شفت كيف الغبنة. لكن احنا نقول وعندك ما شاء الله الاخطبوط يتفرج. شوف النجار يا ولد النجار. ابو فيصل انا ما الام برضو اذا عندي غيابات وايقافات، يعني فوق المدرب العاهد انا في ايقافات، لكن انا طيب ما ودي استعجل. عندهم المهاجم يا عز ادري والله ادري يا اخي، ما ودي استعجل انت تجي الشوط الثاني واشوف، وانا يعني مثل ما انا والله بالسياره جالس، باذن الله بيجي هدفين بحوله وقوته، هدفين لنا باذن الله، بس لا نستقبل فقط لا غير. انا الى الان ما رميت العلم، الى الان ما استسلمت، الى الان اموري تمام. يا ياسر القحطاني ندري انك اذا ما استقبلت يا اخي وش التحليل ما البايخ بستقبل يا اخي، لا بس احنا على طول نستقبل يا عبد الرحمن.
عادي اذا ما صادق استقبلنا ندري هو اذا ما صادق. استقبلنا ان شاء الله بتزين امورنا بس وارد دقيقة نستقبل دقيقة عبد الرحمن والله يا هو عبد يلا يا ابو اقسم سليمان بالله الكورة يقول لك ذا يا اخي انك حرام تملك بالله انك يا اجل رجال النصر ثقة نادي بالله مسحور. اخر من يتكلم انت النصر نادي مسحور يا انت تقول عيال فاز ولا ترى عندك سالفه. هذه يا على الربع شحم يا رجال احترموا على الناس اللي شحم ابو قاعده فيصل سكت ذا تتكلم تناقش باحترام يا رجل. يا ابو فيصل يا اخوي ما هي لا مساحه لا هذه، الكلام سكت عز عبد صحيح يا عبد الرحمن يا اخوي. الرحمن فعلا هو صادق اذا ما سجلت احنا طالعين استقبلت. تهاوش ابو فيصل وش لا وضعك؟ لا ترياق الناس اللي ما تعرف تسولف لا تسولف. اجل تقول لي نادي مسحور قبل مباراتين. الحين وش رايك الحين يا عبد الرحمن؟ وش رايك والله بالمباراه؟ عبد الرحمن بالله دقيقه، شوف احنا عندنا الان باقي قطع 45 وخسوه دقيقه انت يا دلخ. يا عبد الرحمن، باقي عندنا 45 دقيقه الان، ترى ما هو وقت ملامه ولا هو وقت نقاش. شوف ما هو وقت حتى المدرب ما له دخل المدرب، هذه شوط لعيبه يا اخي، حسوا بالمسؤوليه، ترى الدعوه فيها مراجل يا اخي. الان الملعب فل كله حاضرين عشانكم يا اخي، انا ما ادري وين المر باللعيبه، اللعيبه يتمشون بالملعب يا اخي، حسوا بالمسؤوليه، حسوا بالشعار. انا اتمنى اذا خسرنا المباراه لا سمح الله، اتمنى ولا لاعب يلبس هالشعار هذا من اللعيبه المحليه، لانكم ما انتم قد المسؤوليه ولا انتم قد الناس جايتك من اخر منطقه بالمملكه، اللي جايك من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، كله مسانده لكم ودعم. واخر شيء يشوفون يا اخر شيء المستوى هذا اللي ما ادري والله اقل ما يقال عنه يا رجل، مستوى فاشل والله، يفشلونه قسم يعني بالله. دقيقة أنا أتمنى من لعيبة نادي النصر اقطع وعلى واخسر. رأسهم كريستيانو يا أخي الجمونا سكتونا. أنا أبيك تلجمني تكفى الله يرحم اثنين جابوك. الشوط الأول أنا انتقدتك يا أخي، خليني الشوط الثاني صفق لك. تكفى الله يرحم والديك، داخلين على الله ثم عليك. تكفى يا رونالدو تصرف يا أخي، تقول ريمونتادا إن شاء. تكفى الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، طالبينك. على العموم ابو فيصل والله يمدينا شفت الهدف هذا اللي جاء اخر الدقائق ترى جرعه. انت حظكم ما في ورا كلمه تكفى. على اساس سامعينك يا ابو فيصل يا اخي ريحنا. لا عبد الرحمن، شوف عبد الرحمن، انا اللي شوف في توجيه، شوف حنا لازم نعرف التكتيك والخطه. اذا انتهت المباراه لا سمح الله وخسرنا، انا اقول نطلع من العين ولا نطلع من الطواقي. شكرا. والله يا ابو فيصل انا مصدوم صراحه، والله مصدوم. اللعيبه اعطيتهم اصواتك، اعطيتهم حناجرك، كل شيء، هدفت لهم في الملعب، شجعت لهم، جبت لهم ناس حتى ما لهم في الكوره، الروج والطقه، سويت كل حاجه تقدر عليها كمشجع. الله يستر عليه وعلى المسلمين. انا اتكلم لك ان جمهورك متفاعل معك وجايك من اقصى الديار والكل يهتف لك، واخرتها اداء لعيبتك اسوأ من اداء الذهاب يا اخي. صحيح انتم الشوط اللي قدمته في الذهاب تراه افضل من الشوط هذا. طيب وين الدعم؟ الدعم اللي جاهم وش نتيجته يا ابو فيصل؟ هنا الكلام. لا ان شاء الله انا والله الناس اللي انبحت حاجرها الان عندك شوط ثاني. انا زعلان ابو فيصل انت الان عندك شوط ثاني، باقي شوط. الشوط الثاني هذا يبغى له رجال. تكفى يا رونالدو، داخلين على الله ثم عليك، والله نحذف شمغنا وعقلنا عليك. تكفى والله، ما والله تكفى، كلنا نقول تكفى بروزوفيتش ساديو ماني، تكفون يا اخي. الاثنين مصرعه جنب بعض يا اخي، حسوا فينا لجامي والعمري، اسوأ ثنائيه بالتاريخ. تكفون الله يرحم والديكم. 45 دقيقه العب للتاريخ وبيض الله وجهك. ما ابو فيصل بعدين محسسني رونالدو قبيل يوم تقول له تكفى. صاحي انت الا والله يا اخي اقسم بالله يا رجل. هو يقول يا رجل، هو الرجل ذا يعرف وش تكفون يا رب. اقسم بالله يا عبد الرحمن انه افضل لاعب في حماس وفي روح رونالدو اللي تقول. اللعيبه المحليين اللي عندك ما سووا اللي قاعد يسويه رونالدو، ما له دخل يا رجل سوالفك هذه يا رجل. والله انه متحمس ويشل الجمهور، واضح انه في حماس.